بسم الله الرحمن الرحيم. صفحات من حياتي. استطعنا وإياكم أكشف بعضا من صفحات حياتي. سنواتي مع الدعوة ومع الرياضة ومع أمور كثيرة هنا وهنا. الذي ليس له ماضي ليس له حاضر. وتلك صفحات قيمة. نشأت صغيرا في الكبر، فيها ولد وفيها ترعرع. تربيت كما يتربى الصغار يطاردون الكرة في الشوارع. صفحات. بعد أن التحقت بالمدرسة بدأت تظهر مواهب الدراسية وبعضا من مواهب الرياضية. صفحات من حياتي. انتقلت إلى المرحلة المتوسطة. في المرحلة المتوسطة اختلف الوضع عما كان عليه في المرحلة الابتدائية. مدربي نادي القادسية لهم أعين، بدأوا يكلمونني للانضمام إلى نادي القادسية. بدأت أشاور أمي تقول لا للكرة. ما أصلي صلاة العصر في المسجد اللي جنب الحارة. مدرس الحلقة صار يسأل عني، وين خالد؟ قال له خالد صار لاعب مشهور. سأبين لك إيش أعطتني الكرة وماذا أخذت مني. صفحات من حياتي. معسكر النادي مع اختبار الدور الثاني. الآن لازم أختار الدور الثاني ولا أروح ألمانيا مع النادي. إيش رأيكم؟ لك أن تتصور 4 مباريات في الأسبوع، مكافأة الفوز 1000 ريال، مكافأة التعادل 500 ريال، ومكافأة الهزيمة توكل على الله. لأن الطامة العظمى يا إخوان والله اللي أدمت القلوب صفقة التي تمت ب50 مليون ريال. صفحات من حياتي. بعد 2 من الاحتراف أصد إصابة شديدة. راح أهل الكرة بالكرة وأهل الشهادات ذهبوا بشهاداتهم وأهل الوظائف راحوا بوظائفهم، وأنا جالس على الكورنيش. بدأت أجالس من يشربون الدخان وبدأت في تجارة، ثم التجارة أصبحت من المدخنين. لكن قالت لي كلمة، هذه الكلمة غيرت حياتي من جديد. وتلك صفحات قيمة. هذه السنوات ال5 صنعت خالد الراشد الداعية. شوي اللي ينادي خويه، يا فلان يا خويه. قال له خالد الراشد. قال من خالد الراشد؟ قال مفرق الجماعات. قلت أعوذ بالله. أعوذ بالله. وش مفرق الجماعات؟ نصيحة. أعطتنا المساجد كل شيء، باقي نحن نعطي المساجد، باقي دور الشباب. ومهما انشغلنا بالدنيا وبألعابها وبملذاتها يظل في الداخل فراغ لا يملأه إلا الطاعات ولا يملأه إلا الإيمان. يسر إخوانكم في صوت الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم صفحات من حياتي لفضيلة الشيخ خالد الراشد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أهلا بكم في هذه الليلة المباركة، في هذا المكان الطيب المبارك الذي تتجدد فيه الذكريات، وتتجدد فيه الأشواق، وتتجدد فيه أشياء وأشياء. علاقتي مع هذا المخيم
3 سنوات مضت. بدأت من هنا وها أنا أعيد الكرة ثانية وثالثة في نفس المكان. فأسأل الله ألا يحرم القائمين على هذا المخيم خير الجزاء، ألا يحرمهم فضل هذا الاجتماع المبارك، وأن يجعله في ميزان حسناتهم. حديثي هذه الليلة يختلف تماما عن كل اللقاءات السابقة، فلقد ضغط علي مجموعة من الشباب مرات ومرات أن أروي لهم بعضا عن حياتي، بعضا عن سنواتي مع الدعوة ومع الرياضة ومع أمور كثيرة هنا وهناك. وأنا والله أعتز بهذا اللقاء المبارك، وأعتز بهذه الوجوه المباركة التي سأكشف لها بعضا من صفحات حياتي التي أود أن تكون ورقة مفتوحة أمام الجميع. لا أدعي فيها أسرار ولا أدعي فيها آثار، لكن كثير ما كان يسألني من يحبني وأحبهم في الله عن بعض من الصفحات الماضية. وكما يقولون الذي ليس له ماضي ليس له حاضر، والذي لا يعرف الجاهلية بما فيها لا يعرف قيمة الإسلام، والذي لم يعش في الظلام لا يستطيع أن يفرق بين الظلام والنور. فها أنا وإياكم أكشف بعضا من صفحات حياتي. نشأت صغيرا في الخبر، فيها ولد وفيها درع رأس، فأنا ابن الخبر قلبا وقالبا، أنا ابن الخبر قلبا وقالبا. نشأت في جنوبها ثم في وسطها ثم في طرفها الغربي، فتنقلت في الخبر كلها، فأنا ابن شوارع الخبر أعرفها شارعا. تربيت كما يتربى الصغار يطاردون الكرة في الشوارع، تربيت كما يتربى الصغار في الخبر يطاردون الكرة في الشوارع وعلى جدران البيوت. بعد أن التحقت بالمدرسة بدأت تظهر مواهب الدراسية وبعضا من مواهب الرياضية، ونوعا ما في بداية المراحل استطعت أن أوفق بين هذا وبين ذاك، فساعة للكرة وساعة للمراجعة والدراسة. مدرسيني كانوا يحبوني لتفوقي الدراسي ولتفوقي الرياضي. كبرت، تخرجت من الابتدائية وأنا أحب الكرة، أزاولها في الشارع وأزاولها في المدرسة. انتقلت إلى المرحلة المتوسطة. في المرحلة المتوسطة اختلف الوضع عما كان عليه في المرحلة الابتدائية. مدربي نادي القادسية لهم أعين تتجول في المدارس، يبحثون عن المواهب، يبحثون عن أصحاب اللمسات الخاصة. سبحان الله، قد تكون شهرتي الرياضية في المدرسة فاقت شهرتي الدراسية، فلقد تفوقت على أقراني في الملعب كما تفوقت عليهم نوعا ما في فصول الدراسة. أما في الملعب فلقد تفوقت عليهم تماما. سبحان الله، كان يعطون الطلاب كرة وأنا كرة لحالي، كان يعطونهم كرة وأنا آخذ كرة لحالي. هذه الكرة اللي لحالي جعلت مواهب الفردية ترتفع شيئا فشيئا. أحببت الهجوم وأنا دائما أحب الهجوم. كنت أسلك الطريق الأيمن، جناح أيمن، وكان عندي من السرعة ما يعينني على هذا. كنت أرى مدرب القادسية برا الشبك، يجون عند ملعب المدرسة خلف الشبك حتى يتفرجون علينا، وكانوا حاطين العين علي وأنا أدري. ولما كنت أدري كنت أظهر لهم مهاراتي الفردية، مش مهاراتي الجماعية. لم أكن أنانيا في الملعب، لم أكن أنانيا. الأناني يا إخوان اللي يبغى يسجل الأهداف. أنا ما كنت أبغى أسجل أهداف، أنا كنت أبغى ألعب الكرة لحالي. لم أكن أريد تسجيل الأهداف، لكن خلوا الكرة عندي ولا عليكم فيها.
أعجب المدربين بمهاراتي. في ثاني متوسط بدأوا يكلمونني للانضمام إلى نادي القادسية. الآن أنا طالب حلقة قرآن أيضا، والتوفيق بين هذا وهذا من الصعب جدا. من الصعب أن تكون لاعب مشهور كما يقولون، ومن الصعب أيضا أن تكون حافظا للقرآن وتوفق بين هذا وبين ذاك. بدأت الضغوط علي من المدربين: ستصبح مشهورا، طيب غيرها، تصير عندك كذا وكذا، طيب غيرها. وبدأوا يمنوني أماني: فستصبح كذا وستصبح كذا، يطلع اسمك في الجرائد. صحيح يطلع اسمي في الجرائد، اي نعم يطلع اسمك في الجرائد، وبصير كذا وبصير كذا. بدأت أشاور أمي تقول لا للكرة، نعم للكرة في البيت، نعم للكرة في المدرسة، لكن انك تصير لاعب نادي لا. صارت الضغوط علي من الخارج شديدة، المدربين والأصحاب. أبي يرفض، أمي ترفض. وش سويت؟ تركت التابعية، تركت تابعية أبوي وسجلت نفسي بنفسي. وأهلي ما يدرون أني الآن في نادي القادسية. ما تغير الوضع كثير إلا في المسجد. صرت ما أصلي صلاة العصر في المسجد اللي جنب الحارة، صرت أصلي في المسجد الثاني علشان أقدر أروح التدريب من دون ما يشوفني مدرس الحلقة. مدرس الحلقة صار يسأل عني: وين خالد؟ قلت له: خالد صار لاعب مشهور. وين خالد؟ أنا اللي أحفظ عنده، وأنا اللي أقرأ على الطلاب، وأنا اللي كذا. تركت هذا كله. في ثالث متوسط بدأت مرحلة رياضية. في ثالث متوسط بدأت حياتي تأخذ مرحلة أخرى، مرحلة الكرة. وكلنا يحب الكرة، كلنا يحب الكرة، ولا بأس في محبة الكرة. لكن سأبين لك إيش أعطتني الكرة وماذا أخذت مني. سبحان الله، كنت لاعب شبل في نادي القادسية، بدأت شبلا، لكن سبحان الله مستوانا بعض الأشبال كان يؤهلنا أننا نتدرب مع الفريق الأول. تدربت منذ نعومة أظافري أداعب الكرة وأنا أداعبها مع الفريق الأول. ما كنت ألعب لا مع الأشبال ولا مع الشباب. ثم صولات وجولات في المنطقة الشرقية مع شباب النهضة، شباب الاتفاق والأظهرة يذكروني، أظهرة النهضة وأظهرة الاتفاق يذكروني. كنت أقولها يعني ولن يعني أزيد في كلامي. كنت إذا الشوط الأول الظهير اللي يلعب معي يغيرونه الشوط الثاني، يصير ظهير شمال، وظهير الشمال يجيبونه يمين. أقوم أنا عناد أروح له، أقوم أنا عناد أروح للظهير اللي غيره. ولا تنتهي مباراتي معهم إلا بكروت حمراء وبكروت صفراء. سبحان الله، كنت أحب أداعب الكرة الحالي. المدربين يصرخون على الخط: اعكس، ارفع، ما فيه. سو، افعل، أبد. تجيبون لي كرة، تجيبون لي الكرة الحالي. الكرة كانت تختلف في الماضي عن اليوم. مهارات اللاعبين الفردية في السابق كانت عالية، والجماهير كانت تحب كذا. الجماهير كانت تحب المهارات الفردية، تحب الأجنحة اللي يعرضون ويشملون بالأظهرة اليمين والأظهرة الشمال. سبحان الله، تفوق الرياضي أثر على تفوق الدراسي نوعا ما. لابد أن تدفع ثمن شيء على حساب شيء آخر. في ثالث ثانوي أموري المدرسية كانت تسير على نحو ما طيبة، أنجح كل سنة، وكان ميولي أدبية لا علمية. عبد الرحمن البويدي يذكر. سبحان الله، أنا نجحت من أول ثانوي بتقدير ممتاز، يعني معناته أن عقليتي لا زالت رغم الانشغال الرياضي لا زالت العقلية زينة. فصنفوني علمي. رحت لوكيل المدرسة قلت له: أنا ما أبغى علمي، أنا أبغى أدبي، ما أبغى المرحلة العلمية، ما أحب الرياضيات. بكل صراحة أنا والرياضيات لا نتفق. قال لي: بس أنت علاماتك زينة في أول ثانوي، وإن شاء الله تبي تمشي، وإن شاء الله كذا وإن شاء الله كذا. بس أنا أدرى بنفسي، أنا أحب الأدب، أحب أقرأ، أحب أحفظ، أحب التاريخ، أحب كذا. بل سبحان الله، كان مدرس الأدب يحبني، كان يعطينا 10 أبيات من أي قصيدة يشرحها لنا في الحصة. ثم آخر الحصة يقول: أحد يبغى يسمع؟ كنت أنا أسمع له في نفس الحصة. ليش؟ طيب
حتى لا أحضر الحصة اللي بعدها أنزل إلى ملعب الكرة، أسمع له مقدما حتى لا أحضر له الحصة اللي بعدها أكون في ملعب الكرة. كان يتنازل يسمع لي ولا تحضر الحصة الجاية. لكن الرياضيات أتعبتني في ثاني ثانوي، الرياضيات أتعبتني جدا. سبحان الله بالدرس يا الله مشيت في ثاني ثانوي بس في الرياضيات. أما المواد الباقية فكانت الأمور على ما يرام. وصلت ثالث ثانوي، زادت المهمات الرياضية، جاء دوري اسمه الدوري المشترك. الدوري المشترك ادمجوا أندية الدرجة الأولى مع أندية الدرجة الممتازة، فصار عدد فرق الدوري 20 بدل 10. وبدل ما تكون المباراة أسبوعية واحدة صارت المباريات في وسط الأسبوع وآخر الأسبوع. يعني تلعب مباراة يوم الاثنين، تلعب مباراة يوم الخميس، تلعب مباراة يوم الثلاثاء، تلعب مباراة يوم الجمعة. معناتها يوم في الخرج ويوم في الأحساء ويوم في مكة ويوم في الرياض. طيب أنا طالب مدرسة، المدرسين يسألون عني وينه؟ والله الشيخ في الرياض. وينه؟ والله مع فريقه في جدة. وينه؟ متنقل. صرت ابن بطوطة داخل المملكة. ايش تتوقع؟ سبحان الله، رتبت ثالث ثانوي في الرياضيات. جاء اختبار الدور الثاني وانا فاقد للامل اصلا، مدام هي رياضيات انا ما ابغى اقدم دور ثاني. تعارف معسكر النادي مع اختبار الدور الثاني. الان لازم اختار الدور الثاني ولا اروح المانيا مع النادي. ايش رايكم؟ رحت المانيا. قلت مدام السالفه رياضيات خلي الرياضيات. ورحت المانيا. اصحابي مضوا، تخرج اصحابي وبعضهم تخلف معي. وجات السنه الجايه من هنا ما استطعت اتجاوز الرياضيات، فذهبت الى الوزاره، سويت اختبار في المواد الادبيه وحولت من ثالث علمي الى ثالث ادبي. لكن هنا مدير المدرسه جاني في اجتماع خاص، قال اسمع يا خالد، الجماهير اتعبونا في المدرسه، وانت الان لك ثالث سنه عندي في ثالث ثانوي، فانا ما استطيع اتحملك واتحمل الجماهير وياك، شوف لك مدرسه ثانيه. فانتقلت الى ثانوية الثقبة ثالث ادبي. من هناك تخرجت ولله الحمد. انهيت المرحله الثانويه، بدات مرحله اخرى. اصحابي التحقوا بالجامعات وبعضهم التحق بالوظائف. طيب وانا اثرت ان اكون لاعبا محترفا. سبحان الله، الكرة في حيننا كانت ممتعة، كنا نحب نلعب الكرة لا من اجل اي مردود مادي، الا لاننا نحب ان نلعب الكرة. كانوا يعطونا مكافآت. كانت بعدين القادسية والاتفاق والنهضة من أندية الوسط، يعني مشي حالك، ما عندهم يعطونك مكافآت كثيرة. فكنا إذا تعادلنا مع الهلال يعطونا 1000 ريال، وإذا فزنا مباراة من هنا ولا من هنا يعطونا 1500 ريال. لك أن تتصور 4 مباريات في الأسبوع أو 5 مباريات في الأسبوع، ومكافأة الفوز 1000 ريال، مكافأة التعادل 500 ريال، ومكافأة الهزيمة توكل على الله. يعني القادسية يلعب 5 مباريات في الشهر، يفوز في واحدة، ينصقع في 2، يتعادل في واحدة، عليك الدخل 1000 ريال فوز و500 تعادل، يعني كم؟ يعني 1500 ريال في الشهر. مش تسوي؟ ما تسوي شيء. لكننا كنا نحبها وراضين بال1500. لكن الكرة تعطيك طالما أنت تعطيها، فإذا تعطل أي شيء فيك، إما قدم وإما ركبة وإما كذا، وأي إصابة تؤثر عليك في الملعب، فتنساك الكرة. اللي حدث بعد 2 من احتراف الكرة، 2 بعد التخرج من الثانوي، بعد 2 احتراف، بعدين احتراف ببلاش، ما هو باحتراف زي احتراف اليوم 15,000 و20,000، بل الطامة العظمى يا إخوان والله اللي أدمت القلوب الصفقة التي تمت ب50 مليون ريال. صفقة كرة للاعب يباع ويشترى ب50 مليون ريال. كم نستطيع نزوج
ب50 مليون ريال، والله مزوج ونفذ حاجات كثيرة. فالحمد لله ما كانت الكرة في ذاك الزمان كما كانت هي اليوم. والله يا إخوان كانوا إذا يصرفون لنا بدلة جديدة كنا نفرح، في حيننا في وقتنا إذا قالوا اليوم سنصرف لكم بدلات جديدة، جزمة كرة جديدة، الواحد فينا يفرح. فكيف إذا قالوا لنا ترى اليوم بنعشيكم في الناعورة ولا في مكسيم؟ يطير واحد منا فرح. وبعض الأحيان بعد التمرين يعطونا 20 ريال. 20 ريال من قدك. أعدم الشباب اللي على الكورنيش كلهم اللي ما يتعشى معنا الليلة. أنهيت الثانوي وأنهيت 2 سنين من الاحتراف في الكرة. سبحان الله، هذا كان على حساب حلقة القرآن، هذا كان على حساب حلقة القرآن اللي كنت أنتمي لها في المرحلة الابتدائية وأول مراحل المرحلة المتوسطة. بعد 2 سنين من الاحتراف أصبت إصابة شديدة، لم تكن كسر أو أي شيء في الركبة، لكن تمزق عضلي في مفصل الفخذ. هذا يا إخوان كلفني 1 سنة كاملة على العكاز، ما أستطيع أضع قدمي على الأرض للتمزق العضلي الشديد. وش يبون فيني أهل الكرة الآن؟ ما يبوني. وبعدين إصابتي ما هي إصابة شهر ولا شهرين، يعني الإصابة تحتاج على الأقل من 1 سنة إلى 1.5 سنة. الآن راح أهل الكرة بالكرة، وأهل الشهادات ذهبوا بشهاداتهم، وأهل الوظائف راحوا بوظائفهم، وأنا جالس على الكورنيش أشوف الشباب يروحون ويجون بلا وظيفة، بلا شهادة جامعية، بلا أي شيء. وأنا في الثانوي كان عندي أمنية أني أصير ضابط وأحط نجمة على كتفي. كيف ما أدري، لكن رسوبي في المرحلة الثانوية أول سنة وثاني سنة خلى الطيور تطير برزاتها مع تقبلك الكليات العسكرية وأنت متأخر سنة وسنتين. الآن أنا مصاب بدون وظيفة، بدون احتراف، بدون أي شيء. ماذا أصنع؟ أذكر في ليلة جالسين على الكورنيش أنا واحد من الأصحاب الخاصين، قلت وش رأيك يا فلان؟ أهل الكليات في كلياتهم، وأهل أرامكو في أرامكو، وأهل الخطوط في الخطوط، وأنا وأنت صارت تطير برزاتها. قال وش رأيك نبيع السيارات ونروح أمريكا؟ ما في استخير ذاك الوقت ولا في استشير، على طول القرارات تتخذ في حينها. قلت موافق. وش بنسوي هناك؟ كان ندرس علوم جنائية ونرجع ندخل كلية الضباط ونصير ضباط غصب عنهم. راحت من الثانوي لا تفلت من الجهة الثانية. قلت تم. أيام يا إخوان سيارتي جديدة هوندا بعتها وهو بعد 240,000، وبدينا نجمع من هنا ومن هنا، وبدأنا نخطط للذهاب. سبقتنا مجموعة من أصحابنا بدأوا الدراسة هناك قبلنا ب1 أو 2 سنين. الآن صاحبي صار عنده ظروف سيتأخر حتى ينهيها ويلحق فيني الفصل اللي بعده. أهلي عارضوا في البداية، قالوا كذا وكذا، من سيتحمل، من سكذا. واحد من إخواني اللي يكبرني مباشرة وليس هو أكبرهم قال أنا سأتحمل مصاريف دراستك، بس بشرط ترجع لنا ضابط. قلت تم، خلاص هذا الاتفاق اللي بيني وبينكم. رحت أمريكا، اتصلت على الشباب، سووا لي موافقة في الجامعة وكل شيء، وحجزت وانطلقت بالطائرة إلى المدينة اللي هم فيها. وصلت مطار إنديانا، الولاية اسمها إنديانا. وصلتها الساعة 9 الصباح. اتصلت على الشباب قلت ترى أنا في المطار، تعالوا اخذوني. جات 10، جات 11، ما حد جاني. كنت اتصلت عليهم مرة ثانية قلت ايش فيكم ما تبوني؟ أنا في المطار. قالوا أي مطار؟ قلت أنا في المطار، بس الناس الحين بطلع برا عند البوابة. قالوا طيب. جات 1، جات 2، ما جاءوا الشباب. قلت ترى والله برجع. أما جيتوني ترى والله برجع. قالوا بالعربي أنت في أي مطار؟ قلت أنا في مطار إنديانا. قال عطنا واحد يكلمه في المطار. طلع يا أخوان أنا في مطار وفي مطار.
صراحة أنا في ديرة وهم في ديرة، هم في ديرة ثانية. قلت الحل، قالوا الحل خاف واحد ينكلمه، علموه باسم الديرة اللي هم فيها، سوى لي حجوزات، ما في حجوزات إلا الساعة 9 بالليل، والحين الساعة 2 الظهر، يعني اقعد في المطار. قعدت في المطار الساعة 9:30 أطلعت لهم، استقبلوني أحسن استقبال. بدأت المرحلة الدراسية هناك. الجامعة اللي حلنا فيها جامعة صغيرة وطلاب عرب قليل، وكرة القدم هناك توها بدأت تطلع. الأمريكان ما كانوا يعرفون الكرة، توهم يسمعون بكرة القدم. عندهم كرة القدم اللي يلعبونها بيدهم يسمونها كرة قدم. سبحان الله، كان في فريق جديد في الجامعة لكرة القدم. كرة القدم حقتنا ما هو بكرة القدم حقتهم. لك أن تتخيل الآن الأمريكان ما يعرفون يلعبون كورة، صرنا عليهم، صرنا برازيليين على الجامعة، وصار مدربين الجامعة يحبوننا. جامعتنا هذه الصغيرة سبحان الله اللي يلعبون من العرب معهم 5، أنا جناح أيمن، و2 في النص و2 وراء، اقرب عاد. فزنا على كل جامعات أمريكا، وحققنا للجامعة بطولة أمريكا في كرة القدم. الحين أخوي يا إخوان اللي أرسلني ويتتبع مصاريفي يتكلم مع المشرف الطلابي اللي يشرف علينا في الجامعة. وش أخبار خالد؟ قال له خالد أشهر لاعب كرة في الجامعة. ودينا ندرس حنا، صار لاعب كرة مشهور هناك، غير بدل، بل حتى يا إخوان غيروا اسمي، سموني بلاعب اسم برازيلي من كثر الشهرة اللي اشتهرتها هناك. مضت أيام الدراسة ما بين كورة وما بين الجامعة، وتخرجت بعد 2 بدبلوم علوم جنائية. قال الشباب نواصل 4 سنوات جامعة أو لا نواصل؟ قلت نواصل، والدبلوم كان يكفي حتى نرجع وننخرط في الوظائف. سبحان الله، انتقلنا من ولاية إلى ولاية ثانية. الولاية الثانية أشد ولعا في كرة القدم. الولاية الثانية كانت تعطي منح دراسية للذين يجيدون فنون كرة القدم، فصرنا أصحاب مواهب في الجامعة، وندرس على نفقة الجامعة. المهم أننا نلعب لهم كرة، كانوا يراعونا في الدراسة، يراعونا في الغياب، يراعونا في كل شيء. المهم نلعب لهم كرة. المشكلة يا إخوان إن حنا لمساتنا ناعمة وهم لمساتهم خشنة. الأمريكان ما يعرفون يلعبون كرة، يظنونها أنها كرة قدم أمريكية. فجاء يوم من الأيام في إحدى المباريات ضربت ضربة ما كنت أظن أني أقوم بعدها. هذه الضربة كلفتني كسف الحوض. هذه الضربة من مدافعهم المشهور كلفتني عمليات جراحية استمرت معي 5 سنوات، وأنا أدفع ثمن هذه العملية الجراحية. سبحان الله، إصابتي كانت قبل الاختبارات ب2 بدل ما أدخل الاختبارات كنت في المستشفى. خرجت من المستشفى رجعت إلى أمي بعكاز. أمي تقول لي وديناك في الضابط. رجعت لنا بعكاز. قلت ما عليك يما، برجع أجيب الشهادة، ما عليك، بس أنا تعافى وبرجع أجيب الشهادة. الوالدة ما قصرت معي، حلبة وشعير وحليب ولبن لين تداويت، تعافيت عندها. رجعت أتممت فصل دراسي كامل، ثم جاءت الفترة الصيفية. في هذه الفترة توفي والدي وأنا ما أدري، وأنا هناك في الدراسة. فرجعت، طلبوا مني الرجوع، أهلي طلبوا مني الرجوع على أني أقضي معهم فترة الصيف ثم أرجع. فلما رجعت فوجئت أن والدي قد توفي. سبحان الله، صارت الرجعة صعبة على والدتي. بدأت تقول لي ما يحتاج ترجع، ابقى، تقدم لي وظيفة، الشهادة اللي أخذتها تكفي، وكذا وكذا. كأني بدأت أقتنع بكلام الوالدة ولا أقتنع. مدى هذه الفترة أنا تعافيت من الإصابة. فجاء يوم أنا والشباب في هاطمون وبساط أصفر، وأنا ما شفت الكورة من زمان، وبدأوا يطقطقونها قدامي. قلت وياكم، أنا تناسيت أن العملية لا
لا زالت غاضة طرية، وأنا ألعب معهم سقطت وأصبت بكسر مرة ثانية في نفس المكان. ودوني المستشفى. المستشفى التعليمي. المستشفى التعليمي أنا دخلته في زيارتي الأولى لإزالة الصفائح المعدنية من العملية الأولى، أزالها. ثم بعد 4 أشهر رجعت له بكسر مرة ثانية في نفس المكان. التقاني نفس الدكتور اللي أزال الصفائح المعدنية في العملية الأولى، قال لي للأسف معاك كسر في نفس المكان، ولا نقدر نركب الصفائح المعدنية في نفس المكان لأن العظم غاض طري. قلت طيب الحل؟ قال الحل الآن الكسور تعالج بطريقة الشد. وشلون الشد يا إخوان؟ يضعون مسمار تحت الركبة، ثم بمشدات من الأمام ومشدات من الخلف مع ثقالات يشدون العظم على بعضه البعض. لكن كم يستغرق من الوقت؟ قلت للدكتور يعني كم بقعد العملية 2-3، بعدين علاج طبيعي أيام وتخرج. قلت له يعني كم بجلس في المستشفى؟ قال لي شوف أنا بسوي لك العملية اليوم وبطلع إجازة 35 يوم وبرجع لك. قلت شلون تطلع إجازة وأنا على السرير 35 يوم؟ قال ما عندك خيار إلا هذا، ما عندك خيار إلا هذا، 35 يوم على الفراش، غير بدل. قال أبد ما عندي إلا هذا الخيار. لك أن تتخيل 35 يوم على الفراش، وكل يوم أعطى إبرة كالسيوم حتى تقوي العظام. بعد 35 من الانتظار والصبر على المشدات وعلى أحوال لا يعلم بها إلا الله، أهل الكرة ما كانوا يزوروني، أهل الكرة ما كانوا يزوروني، كانوا يزوروني الأخيار. بدأ الأخيار يترددون علي. مجموعة من أصحابي تغيرت حياتهم على مدى سفري خلال هذه السنوات، هم الذين واصلوني في المستشفى. أما الباقية أهل الكورنيش وأهل الروحات والجيات واللي كانوا يصفقون لي في الملعب ما شفت منهم أحد، مع العلم أن الخبر صغيرة، الكل يدري بخبر هذا. رجع الدكتور بعد 35 يوم سوالي فحوصات، قال لي أشوف العظم ما التأم. قلت يعني؟ قال يعني بعد سنمدد فترة البقاء على السرير إلى 2 أو 3. قلت طفشت أنا، وأنا صادق والله يا إخوان طفشت. تخيل أنك على السرير شهر ثم يقال لك تجلس شهر ثاني. لكن سبحان الله هذه الفترات كانت فترة مراجعة حسابات، فترة البقاء في المستشفى وتردد الأخيار علي بدأت فيها أراجع الحسابات مرة ثانية. بعد 2 شهر أو أكثر خرجت من المستشفى باقي على رمضان 1412 شهر واحد. لم تكن أحوالي سيئة، فكنت أصلي فترات قد أنقطع عن المسجد، لكني أبدا ما كنت أترك الصلاة. قد أنخرط في التيار الرياضي، لكني أبدا والله ما كنت أترك الصلاة. بل حتى في أمريكا كنت أمل من الحياة ذهابا وإيابا، فكنت أنقطع لوحدي بعيد عن الشباب، أقفل باب شقتي ولا أعرف إلا المدرسة والبيت. فكانوا يقولون الشباب خالد جاته الحالة لا أحد يمر عليه، بس في البيت أصلي وأقرأ قرآن. مهما فعلنا والله ومهما انشغلنا بالدنيا وبألعابها وبملذاتها يظل في الداخل فراغ لا يملأه إلا الطاعات ولا يملأه إلا الإيمان. وأنا جربت هذا ثم أخذتني الكرة سنوات عن هذا المجال. لكن الله أراد بتقدير من الله. شوف يوم أن أصبت تلك الإصابة كان عمري وقتها 27 سنة وأنا اليوم 42 سنة. سبحان الله 27 سنة يعني باقي لي سنة وأتخرج، يعني بعدها سأرجع إلى مزاولة الرياضة مرة ثانية. ونادي القادسية لا زال يعقد علي آمال أني سأرجع مرة ثانية، وأني سأكون النجم المنتظر، وأني سأكون كذا وكذا. أول ما أصبت يا إخوان وأنا هناك قلت راح مستقبلي الكروي. هذا أول ما فكرت فيه. لكن الله كان يدبر لي أمر آخر،
أمرا آخر وسأذكرك إيش فضل هذه الإصابة علي بعد الله تبارك وتعالى. رمضان دخل 1412، رجعت الحسابات نوعا ما، شهرين في المستشفى، الأصحاب انخرطوا في الجامعات والكليات وأهل الوظائف، منهم من تزوج ومنهم من كذا وكذا، وأنا ابن 27 أو 28 سنة ولا زال حالي من الأمام إلى الخلف. في رمضان أول ما دخل رمضان قررت قرارا أني أرجع إلى صلاة الجماعة. اتخذت قرار مع دخول رمضان ذاك أني أنتظم في صلاة الجماعة بأي حال من الأحوال، ولا يكون رمضان كرمضان النيام، ينامون صلوات ويتخلفون صلوات. سبحان الله، فترة التوقف والاحتراق وسهر الليالي ماذا جنت علي أني بدأت أجالس من يشربون الدخان، وبدأت بسيجارة ثم سيجارة، أصبحت من المدخنين. لكن شهادة لله لم أكن أدخن أمام الناس، كنت أستحي أني أدخن أمام الناس، لكن أمي كانت تصيدني، ريحتك دخان، قلت ما الشباب يدخنون، طيب ثوبك محروق، الله يا إما الله يهدي الشباب بعد ينفرون علينا من دخانهم. سبحان الله، فترة التوقف ابتلي فيها بشرب الدخان، والطيور طارت بأرزاقها، وأنا أصبحت من المتخلفين. سبحان الله، ماذا أصنع الآن؟ سبحان الله، الإنسان ما يعرف قيمة الرجوع إلى الله إلا عندما تضيق، إلا ما عند تضيق الأحوال ضاقت. فأخذت على نفسي عهد في رمضان 1412 أبدا ما أنسى، كأنه ميلاد جديد لي من جديد ومرة ثانية. 1412 رمضان بدأت أطرق باب المسجد بانتظام 5 مرات في اليوم، حتى جاء نصف رمضان في جلسة خاصة أنا وأمي رحمها الله، قالت لي كلمة، هذه الكلمة غيرت حياتي من جديد. وش قالت لي؟ صليت التراويح وجيت لأمي، حطت لي حلويات وحطت لي من خيرات رمضان، وجلسنا ناكل أنا وياها، وهي أعجبها أني بدأت أرجع إلى المسجد مرة ثانية وأحافظ على الصلوات. فقالت لي الله يرحم أبوك كان يقول إن كان واحد من عيالنا بيكون في خير ترى خالد. قلت أنا معنى خالد؟ عنده بدالي 11، عنده غيري 11، ليش خالد؟ أنا أقول لكم ليش خالد. يوم كنت في المرحلة الابتدائية وأنا طالب الحلقة، كان مدرس الحلقة يحبني على سائر الطلاب، فكان يقدمني بعد صلاة العشاء أقرأ على المصلين من كتاب فقه أو من كتاب حديث أو من رياض الصالحين، وكان أبي يشهد معنا صلاة الجماعة، وكنت صغيرا حينها في 10 أو 11، ثم يسمع ثناء كبار السن علي، الله يغفر لك ولوالديك. فكان أبي يفرح بمثل هذه الكلمات. حينها وأنا ابن 12 سنة قال لأمي هذه الكلمة بعد صلاة الفجر، صلاها وجلس مع أمي، قال لها إن كان واحد من عيالنا بيصير في خير ترى خالد. هذه الكلمة والله يا إخوان كان لها وقع كبير في حياتي. قلت الآن هو مات ولا زال يعقد علي أمل، ولا زال يعقد علي أملا، وإن لم أكن قد نفعته في دنياي آن الأوان أن أنفعه بعد الممات. سبحان الله، سبقني بعض الأصحاب في طريق الاستقامة والالتزام، سبقوني، فمن تلك الليلة قررت أني أغير الحياة رأسا على عقب، وبدأتها من أول رمضان بالانضباط في صلاة الجماعة. وبعد الكلمة اللي قالتها لي أمي تغير كل شيء في حياتي، الموازين تغيرت، الأحوال تغيرت، التفكير تغير، بدأت أفكر تفكيرا آخر. رحت أذكر سداسيات نادي القادسية، وجلست بين 2 من الأصحاب الذين سبقوني على طريق الاستقامة والالتزام، أنا بينهم وهم ملتحين وأنا جالس بينهم. قلت يا أحمد أنا أبغى ربي اللحية. قال الله يوفقك. قلت يا حمد أبغى أقصر الثوب. قال الله يوفقك. تكلمت مع هذا وتكلمت مع هذا، فتحوا لي الباب. ذهبت إلى صاحب قديم نشأت وترعرعت أنا وإياه في ملاعب الكرة، وسبقني في طريق الاستقامة. ميزة هذا الصاحب أني يوم رحت إلى أمريكا ما تركني، كان يرسل لي كتيبات، كان يرسل لي أشرطة، كان يرسل لي وصايا، ويكلمني من حين إلى حين. 15 رمضان حنيت على صاحبي هذا، فذهبت إليه بعد أن خرجت من الملعب
قلت شوف يا علي خلاص أنا أبغى أصير مطوع. قال يا خالد أنت مطوع أصلا، تذكر كنا في الملعب ما نصلي وأنت تروح تصلي، تذكر كذا وكذا، لكن اترك أصحاب الماضي وانتظم معنا لفترة قصيرة وسيتغير الحال. قلت تم، سأترك كل شيء وسأبدأ حياة جديدة. 17 رمضان أنا في البيت بعد صلاة التراويح، علي يطق الباب وطلعت له قال لي يلا جيب 200 ريال بنروح مكة. قلت وشو مكة؟ والله يا إخوان حسيت أني بطير. أنا رحت مكة قبل لكن ما كنا نعرف إيش مكة، ما كنا نستشعر إيش قيمة مكة. قال لي 200 ريال وشد حيلك. رحت لأمي قلت لها يما أبغى 200 ريال بروح مكة. قالت خذ هذه 500 ريال بدال 200 خذ 500 ريال. قبلت رأس أمي بدعواتها وانطلقت إلى مكة. لكن باقي مشكلة يا أخوان، باقي مشكلة الدخان. الآن معنا 4 من الشباب المستقيمين، ومعنا ولد صغير عمره 10 سنوات، ومعنا شيخ كبير في الستينات أو في السبعينات من عمره. هذا الشيخ يا إخوان هو اللي غير الباقي من التغيير غيره هذا الشيخ الكبير. بس طول الطريق يا إخوان الحديث اختلف. أبو بكر أنفق نصف ماله، قلت أوب. وعمر سوى، قلت الله أكبر. ومعاذ يعرف الحلال والحرام عمره 18 سنة، قلت اهب. وكذا سوالف ما عرفها. حنا نعرف تعاقدوا مع المدرب الفلاني، إلا شوي أنهوا عقد المدرب الفلاني، شوي إلا اللاعب الفلاني تعور وودوه. هذه الأخبار اللي كنا نعرفها. لكن أبو بكر وعمر وعثمان ومصعب وكذا بدأت الأحاديث تتغير. لكن باقي مصيبة الدخان. كل ما نزلنا محطة قلت عن إذنكم أنا بروح أشتري لكم بيبسي وبجي. ننزل وياك قلت أبد والله ما ينزل معي أحد. وصلنا إلى الطائف. هناك تم الاغتسال ولبسنا لباس الإحرام، ثم وقفنا في مكان نتعشى. الشايب يا إخوان بعد الإحرام بعد العشاء أخذني من يدي قال لي اسمع يا خالد، هذه فرصتك تترك الخبيث هذا، ووالله ما بينك وبين الهداية إلا تترك هذا الظلام. قلت شوف أنا عهد بيني وبين الله وأنت تشهد أني أدخل بيته أخرج ما أدخل. الآن قرار اتخذته فلا بد أكون على قد القرار. الشيطان ما تركني، قال ما تقدر. شلون ما أقدر؟ قال أبد ما تقدر. أقول لك صل وصوم، خلك على دخانك، مكروه. أعطاني الحكم الشرعي. قلت لا حرام. قال لا مكروه ما عليك، بس وانت على خير الحين بتصلي وبتصوم بتروح عمره، خلك على ما أنت عليه. والله يا إخوان أن التدخين عقبة في طريق كثير من الشباب. والله كثير من الشباب ما بينهم وما بين تفتح لهم أبواب الهداية إلا ترك هذا الخبيث، أو ترك بعض المنكرات التي هم عليها. وأنا في صراع من الطريق إلى مكة، من الطائف إلى مكة، تقدر ما تقدر. الآن عندي بكة المالبورو أحمر، شو أسوي فيه؟ قلت أقول اترك عنك، بس أنت الآن أخذت عهد وأشهدت الرجال على هذا العهد. قلت يلا كسرت البكت إلا زقارتين. لا زال في أخذ وعطاء، لا زال في شد بيني وبين الشيطان. يمكن تتأذن بعد العمرة فتكون الزقاير موجودة. قلت تدري يلا والله يا إخوان أذكرها تماما. زقارتين كسرت الأحمر وقطيته ولبسيت 2 في منديل خليتهم في يدي لين وصلنا عند باب الحرم. وقفت قلت يا خالد الآن أنت تبغى تغير حياة، تريد تبدأ حياة جديدة، ما تستطيع تترك هذا لله. في شيء في داخلي يقول لي تقدر، والشيطان يقول لا ما تقدر. قلت لا أقدر. قمت والله يا إخوان تماما هذا المنديل في يدي، قمت كسرتهم وأنا عند باب الملك عبد العزيز وحدقتها كذا وقلت لبيك اللهم لبيك، ودخلت. سعيد قصرت
طلعت إنسان ثاني. والله يا إخوان لا تظن الهداية أمر صعب، والله إن الهداية من أسهل الأشياء، لكن المطلوب منك أنك تصدق مع الله في طلب الهداية. كسرت الدخان وقلت صادق من قلبي لبيك اللهم لبيك، وطفت وسعيت وقصرت، كأن الله انتزع حب الدخان من قلبي، وأصبحت والله يا إخوان أني أجلس بين إخواني اللي يدخنون. تخيل رمضان أحسن وقت للتدخين بعد الفطور، إخواني يولعون 5-6 دقائق وأنا بالمساكين يعطوني، قلت أبد خلاص أنا بدأت عهد جديد، أنا بدأت عهدا جديدا. سبحان الله، الله حبب لي المسجد. سبحان الله، هذا المسجد له علاقة قوية معي. مسجد الأخضر يا إخوان لم يكن هو المسجد الذي أنا أصلي فيه، كنت أصلي في المسجد الذي في الناحية الأخرى. لكن لما رجعت في سنة من السنوات من أمريكا في زيارة في الصيف، كان المسجد جديد، فذهبت أصلي في صلاة الفجر. فلما انقضت صلاة الفجر، معروف أن اللي يصلون صلاة الفجر إلا قليلة، وإمام المسجد هنا يأتي دور إمام المسجد، يعرف الوجوه اللي تصلي معه، يعرف الوجه الجديد الذي يتردد على المسجد. اليوم الثاني رجعت، سبحان الله، إمام المسجد لحقني إلى الخارج، قال لي من أنت؟ قلت أنا خالد. قلت وين ساكن؟ قلت ساكن في الشارع اللي وراء. قال وينك ما تصلي معنا؟ قلت أنا طالب في أمريكا وجاي في فترة الصيف. سبحان الله، هذه الكلمات حببت لي هذا المسجد، وحببت لي هذا الإنسان الذي ربطني بهذا المسجد. فحبيت هذا المسجد حبا من قلبي. سبحان الله، الناس تخرج أنا أجلس في المسجد، الناس تذهب أنا أجلس في المسجد. ما كان يخطر في بالي أني بعد سنوات سأكون إمام هذا المسجد، أبدا ما خطر على بالي أني بعد سنوات قلال سأكون صاحب هذا المسجد. طيب الآن أنا رجعت على استقامة وبدأت أطرق المسجد، وش باقي أكون صاحب وظيفة. فتقدمت لأرامكو، شاب في 29 ملتحي، وأحوال أرامكو في ذاك الحين أحوال والمطاوعة في شد وعطاء مع الشركة وأخذ وعطاء. فقالوا لي الشباب يعني أنت الآن ما جيت تربي لحيتك إلا قبل أن تقدم لأرامكو؟ قلت يعني وش أسوي؟ قالوا حلقها وقدم وارجع ربها. قلت لا والله يا وظيفة بتخليني أحلق لحيتي والله ما أبغاها. أقسم بالله يا إخوان إني يوم ربيت اللحية كنت أراقبها يوما، كنت أغار من حمد وأحمد وهم يجلسون على المدرج يلعبون بلحيتهم. والله يا إخوان كنت أغار من أحمد وهو يمسك اللحية ويلعب فيها، وغار من حمد عنده مشت في السيارة يا إخوان طول الوقت يكد في ذا اللحية. يا الله، طيب وأنا متى بصير لي زي كذا؟ فكنت أراقبها يوم بعد يوم، ها طالت، ها قصرت، ها لا تغيرت، هكذا إلى أن نشأت لحيتي معي. الآن جاءت الوظيفة غيرها. طيب سبحان الله، أنا جئت من هناك على أني أتم الدراسة، على أني سأتم الدراسة وسأرجع مرة ثانية، لكن قدر الله أني أصاب ولا أرجع مرة ثانية. يعني تقدمت الشركة بأي شهادة الثانوية، ما جبت شهاداتي إلى الآن أنا أصلا. فقالت أمي ما نبغى شهادات، ما نبغى شيء، لكن اجلس. أمي تأثرت بوفاة أبي ووفاة واحد من إخواني، ما عندها استعداد. أنا جايها على عكاز أصلا، جئتها على عكاز، فهي الآن تريد تداويني، ما تريد أني أرجع مرة ثانية. ارتبطت بالمسجد، قدمت أوراقي إلى أرامكو، وزاد الاختبار علي. الشباب يضغطون علي من جهة، وضميري يقول لي لا، الأمور بيد الله، والله سيجعل لك مخرجا. في يوم من الأيام اتصلوا علي مكتب التوظيف أرامكو، قالوا لي في دائرة كلها أمريكان طلبوا ملفك. ليش طلبوا ملفي أنا؟ طيب عشان أجيد اللغة الإنجليزية. لكن الناصح من أهل الدنيا قال لي يا خالد احلقها، سوي المقابلة ويقبلونك، بعدين ارجع قلت والله يا وظيفة تجعلني أقدم تنازلات، والله ما أريدها لا من قريب ولا من بعيد. والله أي وظيفة ستجعلني أقدم تنازلات في ديني
والله لن أقبلها لا من قريب ولا من بعيد. السبت كان عندي المقابلة، رحت لهم صوبي القصير وغسرتي، بعد ذاك الوقت كنت مشدد مع بداية الاستقامة فينا تشدد بعد ولا تكلمني أياني وياك تقول لي ثوبك بعد أكثر من اللازم كيفي. سبحان الله أخذوا في الأخذ والعطاء معي، وأنا أجيد اللغة الإنجليزية وأعرف حيالهم بعد، أعرف حيال الأمريكان وأعرف حركاتهم. ربع ساعة مقابلة قال لي أنت يوم الاثنين تداوم، أنت يوم الاثنين، أنت يوم الاثنين تداوم. قلت الحمد لله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. داومت يوم الاثنين، داومت يوم الاثنين. قال لي كم راتبك مكتب التوظيف كم عطوك؟ قلت 4300. قال لا ترجع لهم راتبك 4900. قلت كفو والله يا الأمريكي 4900. وبدأت سبحان الله بدأنا العمل. ما في ولا واحد عربي، ما في عرب معي في نفس الدائرة، كلهم أمريكان، كلهم من أولهم إلى آخرهم أمريكان. لكن هؤلاء يا إخوان يتأثرون بوشو؟ يتأثرون بأخلاقنا، بصدقنا في معاملاتنا. أنت أول 3 أشهر تحت المراقبة، خاصة أرامكو. إذا ضبطت 3 الأشهر الأولى رسموك، ما ضبط شوف لك مكان ثاني. فالأمريكي بدأ يعجب فيني، هي لين أخذ وأعطي. عندي حركات الأمريكان أعرف حركاتهم من هنا ومن هنا، وأعرف حركات النصب والاحتيال جايهم من هناك. أنا أعرف ثقافة الشارع الأمريكي، وأعرف أخبار الرياضة وأخبار مدري من هو. فصرت أعطيهم مبسوطين الأمريكان، وأجيد اللغة الإنجليزية تماما. على طاري اختبار اللغة الإنجليزية، واحد من الشباب يقرأ في جريدة عن وظيفة يشترط لها إجازة اللغة الإنجليزية، فقال ما عليك منهم، بروح أنا أتقدم لها. فسووا له اختبار، قال له اللي يسوي المقابلة تجيد اللغة الإنجليزية؟ قال نعم أجيدها. قال طيب لو أنت داخل المكتب تبغى تقول حق واحد تعال هنا، وش تقول له؟ قال أقول له كم هير. قال مضبوط. طيب تبغى تقول له أطلع من المكتب، وش تقول له؟ يقول أطلع من المكتب وأقول له كم هير. قال مضبوط، لا عاد نشوف وجهك مرة ثانية. الأمريكان يا إخوان يتأثرون بالأخلاق وبالمعاملات. سبحان الله بعد 1.5 شهر من الدوام 6، الدوام الساعة 7، أنا أجيهم 6:30 أصبح في المكتب. لكن الفجر كان يأذن الساعة 3، يعني بعد الصلاة تقام 3:30، نطلع من المسجد 4:45. كم باقي على الدوام؟ باقي وقت طويل. ذاك اليوم راحت علي رقدة، ما قمت إلا 9. أنا موظف أرامكو جديد، والله يا أخوان ما أدري لبست الشماغ أنا ولا ما لبسته. المهم إني انطلق بسرعة إلى الوظيفة. الدور الرابع مبنى الهندسة، فتحت الأسانسير إلا الأمريكي في وجهي. اصبر لي أروح المكتب على الأقل أرجعها يمين يسار. قال لي توك تجي؟ قلت إيه توني أجي. أثار النوم على وجهي، وش أقول له؟ قال لي وش اللي أخرج؟ قلت سيارتي الله يخرب بيتها تعطلت. سيارتك؟ كأنه ما قبلها. قال يا الله سيارتك. هو راح يا إخوان أعطاني ظهره، وأنا قلت في نفسي أنا ليش قلت له كذا؟ أنا راقد، إيش بيسوي لي هذا؟ هو راح على مكتبه وأنا أمشي وراه، جلس على كرسيه التفت إلا أنا في وجهه. قال إيش تبغى؟ قلت شوف أنا سيارتي ما فيها شيء، أنا كنت راقد. سيارتي ما فيها شيء، أنا كنت راقد. قال راقد؟ والله يا إخوان يضحك ضحكة شقت حلجه. انبسط. ليه انبسط يا إخوان؟ لأن الصراحة راحة، أنا أرتاح وهو يرتاح. بعد 3 أشهر وأنا أنتظم معك الوظيفة جيت يا إخوان قلت له أنا أريد أن تنتقل إلى دائرة أخرى. قال لي لا. قلت شلون لا؟ هذه هندسة وأنا تخصصي علوم جنائية. الدائرة الثانية يبي يعطوني فرصة أحسن. قال لي لا، أنت اجلس عندي وأنا سأضع لك مخطط كذا وكذا وكذا وكذا. لكن في الأمن الصناعي واحد من أصحابي عطهم ترقية يا إخوان، وصار مدير على إحدى الوحدات، وقام يقول لي انقل عندي بسوي لك بفعل لك. طلع صاحبي خراف.
لو أني قاعد عند الأمريكي يمكن أحسن. نحن بلا إسلام لا قيمة لنا. سبحان الله، وجدت نفسي فجأة نقلت من الظهران إلى السفانية. هناك في السفانية مكثت 5 سنوات. هذه السنوات ال5 صنعت خالد الراشد الداعية. هذه 5 سنوات اللي مكثتها في السفانية صنعت خالد الراشد الداعية. كيف صنعتني هناك؟ جيت يا إخوان إلى مسجد ما شاء الله الإمكانيات كلها موجودة فيه، لكن ما كان في أحد يعمل، ما كان في أحد يعمل إلا المسجد معطل، بلا إمام، بلا مؤذن، بلا كذا بلا كذا بلا كذا. كنت قبلها بدأت أتدرب على إلقاء الكلمات، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. ما أنسى ذاك اليوم حين انتقلت إلى بكرمي، حين قال لي إمام المسجد بكرة تخطب الجمعة. بكرة؟ شلون بكرة؟ عطني أسبوع. قال بكرة عشان أنا على سفر الليلة. طيب الحل قلت ما عليك إن شاء الله، بس لا تقفلون المسجد الليلة، بس لا تقفلون المسجد الليلة. طلعوا بعد صلاة العشاء الساعة 12، أنا طلعت المنبر الحالي 12 بالليل يا إخوان. إن الحمد لله ما في أحد، ما في إلا أنا والمسجد. اليوم الثاني من هنا فرجعت أول خطبة جمعة خطبتها في حياتي ولا أنساها. كانت عن الصلاة، وكنت شديد فيها على المصلين شوي. لكن سبحان الله قد يقسو عليك من يحبك. انتقلت إلى السفانية، وجدت المسجد معطل، جمعت الشباب قلت يا إخوان ما يصير 3000 موظف في منطقة نائية يحتاجون من يحتضنهم، من يرتب لهم الوضع. شوي أنا إمام المسجد، شوي أنا خطيب المنطقة، شوي ساعات العمل هناك أعطتني فرصة للقراءة، للكتابة، لأشياء كثيرة. رجعت بعد 5 سنوات فإذا بإمام المسجد اللي أنا فيه الأخضر يترك مكانه وينتقل إلى مسجد ثاني. الشيبان يبوني أنا الآن. يا الله ايش اسوي انا؟ يعني الوضع يختلف، هناك منطقة نائية وهنا منطقة مأهولة. فجأة والله يا إخوان بلا اختيار مني وجدت نفسي في مسؤولية ما يعلمها إلا الله. فانضبطت في مسجدي، أحافظ على صلواتي، وأحافظ على قراءة كتاب وكلمة على مصليني من حين إلى حين. وكنت أنتقل كل يوم أحد من مسجد إلى مسجد ألقي كلمة. في رمضان، أول رمضان في المسجد، النساء ذات إقبالهن على المسجد، وبدأنا نخصص كلمة للنساء خاصة في رمضان. فلما انتهى رمضان اقترحت النساء أن يكون بعد رمضان درس أسبوعي للنساء في كل يوم 2. فوافقت على هذا. سبحان الله، الدرس النسائي كان يسجل، وكنا نسجله في تسجيلات قريبة، ثم نرجع 2 اللي بعده نوزعه على النساء في الدرس. أبدا ما تجاوزنا هذا الحد، إلى أن جاء يوم سجلنا شريط في نفس المسجد في درس مسجدي اسمه قوافل العائدة. سبحان الله، بعد أن سجلناه للمسجد ووزعناه على النساء، صاحب التسجيلات كان يبقي نسخ عنده من هذه الأشرطة. فجاءني صاحب تسجيلات يقترح علي أني أعيد هذه المحاضرة في مكان عام. قلت من أنا علشان أعيد هذا في مكان عام؟ قال استعن بالله، ترى المحاضرة طيبة وكلماتها موجهة إلى النساء، والنساء تحتاج إلى كذا وتحتاج إلى كذا. قلت أوافق، لكن بدون إعلانات، بدون شيء، على أن تكون كلمة نسائية في مسجد آخر. فوجئت بعد شهر في شريط في السوق يباع اسمه قوافل العائدة. كذا والله يا إخوان وجدت نفسي فجأة في السوق في شريط اسمه قوافل العائدات لواحد اسمه خالد الراشد. جاء قصة أغلى شريط في حياتي الآن اسمه مفرق الجماعة. أغلى شريط في حياتي اسمه مفرق الجماعات. مفرق الجماعات يا إخوان له قصة وقصة أخرى. كيف سجلنا الشريط هذا أصلا؟ أنا في الدوام الساعة 2 الظهر، اتصل علي أحد الإخوان يقول لي الشيخ محمد الدحيم
عنده محاضرة اليوم عندنا بعد المغرب، لكنه اعتذر بسبب الحجوزات. قلت يعني؟ قال يعني بيصير عندنا حضور، استعن بالله تعال ألقي كلمة. قلت تكلمني الساعة 2 الظهر تقول لي تعال ألقي كلمة مكان أحد المشايخ؟ اتق الله. قل لي قبلها بيوم بيومين 3. قال أقول لك استعن بالله وتعال بس، ترى ما عندنا بعد الله إلا أنت. طلعت من الدوام والله يا إخوان ودقها رقدة لين المغرب، بعد المغرب توضيت ورحت بروح ألقي كلمة، والقيت كلمة. الآن تسجيلات القادسية وابن الخطاب جايين على أنهم الموجود من هو؟ محمد الدحيم مش خالد الراشد، وحاطين لي أوراق تنازلات عن محاضرة باسم محمد الدحيم. قلت يا إخوان أنا مش محمد الدحيم من البداية أنا مش محمد الدحيم، أنا خالد الراشد. سبحان الله. سجلت، قالوا سجل تنازل باسم خالد الراشد. على ايش سجل تنازل طيب؟ قال على الكلمة اللي بتقولها. قلت يا الله، واكتب تنازل. والله يا اخوان انا ما ادري ايش تنازل وايش تسجيلات وايش حقوق. فسجلت كلمة طولها 40 دقيقة اقل او اكثر، شوي في الاسواق الا شريط ننصحكم بالاستماع اليه، مفرق الجماعات خالد الراشد. قلت وشو مفرق الجماعات وخالد الراشد؟ والله انا ما دريت عنه يا اخوان. سبحان الله. ومضت الايام ووجدت نفسي فجأة امام مسؤولية ما يعلمها الا الله. هذه قصة اول شريط. طيب ايش قصته الثانية؟ في مطار الرياض كنت على سفر بين الرياض وبين الدمام، وحان وقت صلاة المغرب، فصلينا المغرب والعشاء تقديما قبل صعود الطائرة، وانا صليت فيهم. بعد ما صليت فيهم جاني واحد في 50 من العمر، جاني وقال لي فلان الفلاني. قلت ايه. قال عرفتك من صوتك. قلت عرفتني من صوتي؟ شوي الا ينادي خويه، يا فلان في المطار، يا فلان. جاء خويه قال له خالد الراشد. قال من خالد الراشد؟ قال مفرق الجماعات. قلت اعوذ بالله قلت اعوذ بالله ليش مفرق الجماعات؟ قلت حنا نجمع جماعات ما مفرقها الله يبارك فيك. قال لا قصدي الشريط. قلت قول قصدك الشريط، تقول مفرق الجماعات. فكانت له قصة وقصة. القصة الثانية مع شريط أحبه من حال إلى حال يا إخوان. ألقيته هنا من نفس المكان قبل سنوات 3. مش قصة من حال إلى حال. أنا في نادي القادسية زاول الكرة. ما تركت الرياضة ولله الحمد، لكني تركت كرة القدم وأصبحت أمارس كرة السلة. الرياضة بركة سبحان الله. وأروح واجي على النادي، يوم إيه يوم لا وكذا على حسب الظروف. ثم من صغار الحارة اللي عند نادي القادسية نطالع نبدل. بعد ما لعبت كرة سلة، أول ما نزلت من الدرج ومشيت في الشارع إلا الجدران اللي عند النادي، واحد يوم يصوت يقول خالد الراشد. قلت نعم. قال لي من حال إلى حال. قلت لا تفضحنا. فسبحان الله. وأنا أعنيها من حال إلى حال. طيب على مدى سنوات استقامة ولله الحمد، وعمل هنا وهنا. وش السر في التغيير هذا كله؟ وهذا زبدة الكلام من أوله إلى آخره. والله يا إخوان سر التغيير المسجد، سر التغيير الانضباط في المسجد، المحافظة على صلاة الجماعة. في سنة من السنوات ما أنساها، رجعت من أمريكا في زيارة صيفية، فرأيت واحد من الشباب، والله يا إخوان الشياطين تستعيذ من منظره. أنا رأيت فساق في أمريكا، ورأيت أهل ضلال، ورأيت لكن ما رأيت مثل اللي رأيته حين رجع في تلك السنة. أعرفه من أولاد حارتنا. قلت أعوذ بالله وش جاء هذا؟ ثم سافر ورجعت السنة اللي بعدها في الصيف، رأيته في منظر مغاير تماما، شع النور من وجهه وتغير كل شيء في حياته. صليت معاه الفجر في المسجد،
ثم والله يا إخوان أخذني من يدي ونحن نمشي حتى نصل إلى مفترق الطريق، هو يذهب يسارا إلى بيته وأنا أواصل أمتار إلى بيتنا. قلت يا فلان، أتذكر الصورة العام الماضي وتذكر الصورة الآن. قلت يا فلان، وش اللي غير حياتك؟ والله يا إخوان وقف وأشهر على المسجد. قال ذاك المسجد غير حياتي. نعم يا إخوان، المسجد هو اللي غير الحياة، مش الشارع، مش الأندية الرياضية ولا الجامعات ولا الكليات ولا الوظائف. والله ما يغير حال الإنسان إلا الانضباط في المسجد. والله جاءتني من العروض وأنا في المسجد ما الله بها علي. والله أعطانا المسجد من الأشياء ما الله بها علي. والله إني مرة في محطة من المحطات نزلت أنا وأهلي على سفر، فإذا بشيخ كبير يقبل علي ويقبل رأسي. قلت من أنا علشان تقبل رأسي؟ وين رأيتني؟ قال رأيتك على منبر من المنابر مرة من المرات. وقلت كلام دخل في صدري. والله يا إخوان من نحن حتى يرفع ذكرنا أو يكون لنا مثل هذا؟ وش قدمنا؟ أعطتنا المساجد كل شيء، باقي نحن نعطي المساجد، باقي دور الشباب أنهم يقبلوا على المساجد ويحافظوا على الطاعات. جرب يا من تنسى عن الطريق، والتحق بصفوف المصلين، واستقم على طريق الاستقامة، وحافظ على الصلوات يوما بعد يوم، والله ستجد الأثر. يسألني كثير من الشباب عن السر الذي غير حياتي وكذا وكذا، والله لا أجد جوابا إلا المسجد وصلاة الجماعة. فإنك لن تتقرب إلى الله بقربه أعظم من المحافظة على صلاة الجماعة. والله لن تتقرب إلى الله بقربه أعظم من المحافظة على صلاة الجماعة. هذه صفحات من حياتي وددت أن تكون مشتركة بيني وبينكم، فلا يأتيني أحد بعدها ويقول لي عن سنوات ماضية. هذه سنوات مضت باختصار، لكن أقف وأتأمل وأقول كم أمهلنا الله وكم أعطانا من الفرص وكم. تذكرون، وسأختم بهذه الكلمة، تذكرون ماذا قلت لنفسي حين أصبت الإصابة؟ قلت انتهى مستقبلي الكروي. ما دريت أن هذه الإصابة ستكون لي مفتاح للتفرغ للدعوة إلى الله. مع الوظيفة أرامكو ساعات عملها طويلة، ساعات العمل طويلة من 7 إلى 4، بل من 6 إلى 5 مساء، أكثر من 10 ساعات وأنت تعطي. ثم مسؤوليات دعوية ومسؤولات أسرية ومسؤولات ما يعلم بها إلا الله. بدأت أشكو من الإصابة شيئا فشيئا، الجلوس على المكتبة في البيت، القراءة، السفر، الترحال. بدأت أتعب سبحان الله. كنت أستأذن كثير من رئيسي، إما لبرنامج دعوي في جدة أو كذا. الإجازة المسموح فيها 30 يوم، أنا كنت آخذ 30 يوم و60 يوم بدون مرتب حتى أوفق بين البرامج الرياضية. فسبحان الله بدأ البرامج الدعوية. سبحان الله صرت أتردد على المستشفى في آلام في ظهري، فقال لي رئيسي يوم مش رايك نعرضك على اللجنة الطبية لعلك تتفرغ للمسجد والدعوة. قلت ايش رايك أنت؟ قال والله يا خالد أنت إنسان نفع الله فيك برا أكثر من نفعه بالوظيفة، فتفرغ للدعوة وتفرغ لكذا. فسبحان الله عرضت على اللجنة الطبية، ولأن سنوات خدمتي قليلة لا أكلف الشركة الشيء الكثير، وافقوا على تقاعدي الطبي. سبحان الله زوجتي تقول لي لا تقول متقاعد، يقولون أنت شايب وأنا عجوز، لا تقول لحد أنك متقاعد. قلت ما علي خلي يقولون أنا. قالت لا بيقولون عني أنا. فسبحان الله إصابة قبل 10 سنوات أنا ما كنت أدري إيش الحكمة منها، لكن الله كان يريد لي أمر، كان الله يريد لي أمرا آخر. فأنا ولله الحمد اليوم متفرغ لمسجدي ولجامعي، أغدو بين هذا وبين ذاك وبين من أحبهم من الشباب أمثالكم. أسأل الله أن لا يحرمني بمحبتي إياكم ومحبتكم لي، أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يبارك في أهل هذا المكان، وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة، وأن يجعل هذا الاجتماع مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن يشرح صدور الشباب. اللهم اشرح صدور الشباب، اللهم اشرح صدور الشباب، اللهم اشرح صدور الشباب
للإيمان، حبب لهم المساجد، حبب لهم الطاعات، كره إليهم الكفر والفسوق والمعاصي والمنكرات. اللهم اجمع كلمتنا وحصتنا واصلح شأننا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. أطلت عليكم، لكن أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتي وحسناتكم يوم أن نلقاه. اللهم اجمع شملنا وحصتنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. صلى الله على محمد. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في صوت الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.